تشوف طاسه المشاكل دي والراجل ده اعرف ان انت تاكل احسن سمين في الدنيا. باختصار كده ده احسن محل سمين في السيده زينب. انت تعمل سيف لي الفيديو ده عشان خروجه الخميس اللي جاي عندي يا معلم. واعمل سيف لي الفيديو ده بسرعه ومنشن لصاحبك يا معلم. اعرف مين اللي كان موجود في المكان ده يقول لنا. تاكل لوحدك كله بلدي في بلد. ابن الليل علم من اعلام السيده زينب وموجود في شارع السلخانه اشهر منها. عنده جميع فواكه اللحوم وفخفخينه اللحوم كلها موجوده في المكان. انت لما تروح المكان هتحتار تطلب ايه ولا ايه ولا ايه من كتر الحاجات اللي موجوده في المكان. ده بقى باول طبق شرب الكوارع كده، وعايز اقول لك لو انت عريس انصحك بالطبق ده. هي تاني حاجه بقى اللحمه الستيك، حرفيا بيستعمل كل الخامات اللي بيستعملها لحمه بلدي وكان طعمه جامد. خد بقى وسيب لي قلبك بقى على طاسه المشكل الجمل دي، حرفيا هتاخد قلبك. ورق عنب كان طعم الرز انبهر وكان طعمه جامد جدا. ادخل بقى على الميكس العظيم تجمع كل حاجه في الرغيف كده وودي يا معلم على بقك كل الكلام. طبعا مكان زي ده ما ينفعش نفوت فيه طبق الملوخيه اللي طالع من تحت ايد ست بيت صح. طبق الملوخيه ده يعجبك يعني يعجبك يعني يعجبك. بقى على طاجن العكاوي ده، واول ما تروح المكان هتلاقي بقى في خنجرين هناك مستنيينك بقى رايق لما المعلم حموده نفسه يجي يقدم لك الطلب ده ويقول لك عليه. تاكل لوحدك كله بلدي في بلد. اما بقى جربت حاجه هناك، جبت حته حلويات كده ونزلتها بقى في الملوخيه وعلى بوقك على طول، وهتدعي لي لما تجرب الحركه دي يا معلم. بجد كانت القطمه دي جامده جدا وهتعجبك لما تجربها. بقى الرز بالملوخيه حرفيا طعمه جامد جدا. لين في المكان برده في المطبخ ستات وهم اللي بيطلعوا الاكل من تحت ايديهم. من الاخر كده لو بتجرب على محل حلويات لحوم جامد في السيده زينب يبقى هو ابن الليل. وما تنساش بقى تعمل لي لايك وفولو ومشاركه للفيديو ده وكومنتات حلوه لما تروحوا المكان وتجربوه وتقولوا لي رايكم فيه. ده اول فود بلوجر هقابله ويبقى قمر كده والله. ده المفروض يمثل على فكره.